لجائزة بوشكاش 2024. وي هدف ممتاز، هدف عالمي ياكد لك الكاليتي الكبيره نتاع اللاعب. عرفش يعمل ظهر كلا ديفونسور وهزا كيما حب حتى بالساق اليسار. شوف حكينا قبل الكابتن على تعيين بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري، ينجح ليه كيفاش مي الحقيقه شوف شتان بين هكا وهكا سور دو ماتش. شفنا الفضايح نتاع المنتخب التونسي سور دو ماتش، شفنا الحقيقه نقله في المنتخب الجزائري، نقله نوعيه على جميع المستويات، مشاكل دفاعيه كبيره على جميع المستويات. شفنا الثقه الكبيره. الدفاع مش يجي النوم بيتكوفيتش على الدفاع، اي عنده مشكله في الدفاع، لكن شفنا نقله نوعيه. شفنا لي جوار كاليتي دي جوار شوف كاليتي كاليتي موجوده، نعرف مي كونفيونس، الثقه اللي تعطيها الملاعبيه. ياسين ابراهيم اللي رجع بعد غياب عامين، يظل عامين بعد عامين، هو الذي غير وجه الجزائر. اللاعب وحده غير المنظومه بكل. اسامي جديده زاد، عموره خذا ثقه اكثر، بنزيه رجع، بنزيه رجع، نبيل بن طالب وجه اخر. كما قلت المشكله في الدفاع. اكيد المدرب دفاع كارثه في الاكس، المدرب لازم يلقى كارثه بالاكس. باش نسلك على دفاع منتخب الجزائر والانتقادات اللاذعه خاصه المدافعين المحوريين في منتخب الجزائر. لكن ياسين بنزيه، كابتن ياسين بنزيه البارح زوز اهداف اسيست. الناس تقول وين كان مخبي ياسين بنزيه؟ ياسين بنزيه لاعب كاراباك الاذربيجاني يعود للمنتخب الجزائري. بيتكوفيتش يمنحه الثقه وكان على قدر الثقه هذه. يمنحه الثقه خاطر هو يستحق هذه الثقه، لان مؤهلاته تسمح له باش ينال ثقه المدرب، والمدرب عنده عين وعنده قراءة للاعبين. معناها ماهوش مدرب اللي يجي بيتكوفيتش هذا من ناحية. من ناحية أخرى ذي الإضافة نتكلموا عليها، الإضافة الفردية للمجموعة. شو اللي صار في الجزائر؟ أنت قلت لي ماذا تغير؟ قلت لك المدرب وياسين إبراهيم. بالحق نعطيك أرقام ياسين إبراهيم كابتن البارح، يلعب مراوغات اثنين منها ناجحة، زوج ماتشات ربح 5 جوال البارح، ربح 5 جوال من 8 معناها في عمر 34 35 سنة. تقييمه كان 8.3، بنزيه 9.2 تقييمه. افضل جوز لاعبين في المباراه. وشكون ياسين ابراهيم؟ شو المسيره نتاعو؟ وين كان يلعب؟ مسيره ثريه كابتن. بارك الله فيك. بورتو لعب في بورتو، كان مؤثر معناها، كان لاعب عنده من الخبره، وصل من افضل المراوغين في اوروبا في من الخبره ومن النضج ومن الذكاء ومن المهاره ومن المهارات الفنيه تسمح له باش يكون توا. هو قال تصريح باهي معناها باش يوريك شو التضامن بين اللاعبين الكبار. فيما يخص محرز، فيما يخص محرز قالوا راه محرز هو رقم واحد، هو الكابيتان لا اكثر ولا اقل. تبقى توا عنده مشكل خاطر تسجل 6. وش خاص كان احنا تونس نسجلوا 6 ونقبلوا 5؟ وش خاص عليه خاطر يا توانسه في عامين سجلوا. اسمع يا توانسه، رانا باش نربحوا يلزمنا نسجلوا اكثر من المنافس، يلزمنا نسجلوا. شوف يا ودي كريت كوت ديفوار والأوروغواي، وريتوا الماتش؟ مالا ماتش ولا كوت ديفوار سي مونديال. الناس العب عليه مكبلين الناس عليه نلعبوا بالدفاع باش المدرب ما يخسرش، مش المنتخب ما يخسرش. وانا رسمي سيدي نقولها بكل صراحه. معناها كل مدرب يجي يقول لك خويا ما نخسرش، سكر يا خويا الاخر يقولوا ما خسرش، ما يجينيش الكلام. تي وين احنا شنو توا ضد المالي ماركاو ضد جول هكا ولا بعداش ما ماركيناش. الحمد لله ضد فرنسا ماركينا البونتو باش خرجنا ماركينا بونتو بالخزري. واليوم كابتن سامحني عليك، اليوم راه في الدوره هذه معناها جات فرصه كبيره اللي طرفني خلينا باش مش نشخصنش الامور، ما نقولش المدرب. لا جات فرصه كبيره باش تحط لومبرانت نتاعك والفكر نتاعك وما خرجناش. ما فماش تغيير بوجوه جديده يا خويا. العب بلاعبين سكروا القوس هذا فيما يخص تونس. بيتكوفيتش فلاديمير بيتكوفيتش وتعامله مع المباريات وممكن التغييرات والاسماء اللي استدعاها والاسماء التي استغنى عنها، كيفاش تقيمه؟ قاعد يشوف مازال زوج مقابلات، قاعد يشوف في لي جوار لاعبين موجودين من قبل، قاعد يشوف امكانياتهم. لاعبين كانوا بعاد وقاعد استدعاهم، قاعد يشوف امكانيات نتاعهم، امكانيات يعرف امكانيات نتاعهم، ما يعرف يحب يشوف شنو مستواهم اليوم في الكيب ناسيونال. لاعبين ما جاوش سورمون في الفكر نتاعو. المدرب بدا يحضر المرحله ما بعد جمال بالماضي. اكيد اللي دايرين به باش يعاونوه برشا كستاف تكنيك، وهذاش معناها ترافاي دو ستاف. مدرب الحقيقه انا الحقيقه سور دو ماتش شفت برشا حاجات، شفت بوادر باهيه في المنتخب الجزائري، شفت مدرب
عنده فكر، شفت مدرب يعرف شو يعمل، شفت مدرب يتعامل بالكدا مع اللاعبين. دونك نتصور انه المنتخب الجزائري باش يرجع لصولته وجولاته، باش يرجع منتخب يهابوا الجميع. بنزي على فكرة تعرض لحادث مميت عام 2020 وأجرى عديد العمليات الجراحية وعاد معناه بالإصرار اليوم يعود إلى المنتخب الجزائري. بيتكوفيتش تحدث مع يوسف البليلي، فريق المولودية كان حاضر في مركب سيدي موسى. باتريس بوميل مدرب المولودية قال أنه بيتكوفيتش حكى مع يوسف البليلي خلال تواجد المولودية في مركب سيدي موسى ومعجب بامكانيات اللاعب، يعرف معناها شنو عنده في سقيه. لكن طبعا تعرف سلوك يوسف بليلي الفتره الاخيره لم يكن مثالي وحرمه من المنتخب. وي ينجم يكون يوسف بليلي يقعد سوليسيون، ولو انه نتصور بالروندمون نتاع لي جوار اللي في البوست نتاعو صعبة الامور والتنافس كبير، المأمورية والامور صعبة والتنافس كبير برشا. اليوم بنزية، اليوم عمورة، ياسين براهيمي، سعيد بالرحمة، مع رجوع رياض محرز. يلزم فريمون تخدم برشا وشوف دخلت على بلاصة معاهم ولا لا فيق البليلي كاسم ولا كلاعب انتهى بالنسبه لي للمنتخب. وهذه مرحله بيكتوفيتش ومرحله الشباب. بيتكوفيتش ما مثال في واحد يغلط في اسم صعب النطق، فهمتني. هذه مرحلة أخرى تاع الجزائر، مرحلة جديدة، صفحة جديدة. وقت نقولوا صفحة جديدة فما دي ليدر جدد يبرزوا. ما معنى ليدر جدد يعني؟ معناه فيستير اخر اللي كان يتحكم فيه محرز ويتحكم فيه بونجاح ويتحكم فيه بالماضي ويتحكم فيه يكون ابطل جوار. مانتنو راهو حتى بونجاح راهو اتونسيون معناه باش يجي وقت ما يكملش مع بيتكوفيتش. عليه؟ خاطر الوجه اللي وراه، تصور انت عطاه ثقه اكثر الابراهيمي من الاخرين، خاطر ابراهيمي شافه كليدر كان جيد سور التيران فريمون نوترال سور التيران، معناه ما عندكش فكره معناه خارج تبقى بلايلي واحنا العرب باقي نشدوا في الاسماء. بلايلي جاء وقته وانتهى في المنتخب. هكا هو معناها مهما مدرب منتخب يقول لك يا خويا تو انا عندي ناس اخرين صفحه جديده. هذه مرحله بيتكوفيتش ولا بيكتوفيتش تحب تقول انت؟ منتخب المغرب يخيب الامال.